الراجل ده اسمه خويل سالينس. الراجل ده دكتور وقصته غريبة جدا. الراجل ده بيحس بالمرضى بتاعته بجد. يعني لما واحد بيقول له انا ايدي بتوجعني ولا رجلي بتوجعني ولا بطني بتوجعني، هو بيحس بالوجع ده بجد، بس يمكن بدرجات اقل شويه من المريض. الموضوع بدأ معاه من وهو طفل واستمر معاه، بس ما قدرش يفهم الحاله دي غير لما كبر ودخل كليه الطب. الراجل ده عنده حاله نادره جدا بتظهر يمكن كل مليون شخص. الحاله اسمها ميرور تاتش سينستيشن، وهي حاله الاحساس زي المرايه. يعني بحس بالقدامي اكن المرايه بتاعته. وهو صغير لما كان بيشوف باجز باني بياكل جزر كان بيحس ان هو بياكل جزر، ولما كان بيتفرج على كرتون والشخصيه بتتضرب فيه كان بيحس بالوجع اكنه هو اللي بيتضرب. لدرجه ان كان في مره مريضه عنده بتشتكي من شلل دماغي، وهو اثناء ما كان بيكشف عليها حس بوجع في صدره، فطلب ان المريضه دي تروح تعمل اشعه اكس راي على صدرها، فاكتشف وجود جلطات في صدرها. وبكده هو انقذ حياتها باحساسه هو. خويل عرف حالته بشكل كويس قوي، ومؤخرا كتب كتاب بيحكي فيه تفاصيل